السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل، وإن شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي هنا جبت لكم طريقة عمل الديول وكيف الاحتفاظ به يعني في الكونجيلاتور و... ومعها لا فيديو نطيب فيه البوراك بالفيونتاشي. مهم تابعوا الفيديو الاخير باش تشوفوا الطريقه كيفاش. وما تنساوش اذا راكم مش مشتركين، اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش التعليقات ولي جيم والبارتاج اذا حبيتوا. شوفوا كيفاش نديروها وشوفوا كيفاش طيبناها، ويلا نشوفوا الطريقه كيفاش ما ترجعوا حتى لقطه. انا هنا واش نحتاجو شوفوا هنايا انا درت غير شويه كميه قليله هكذا. اذا حبيتوا تضاعفوا نتوما الكميه ضاعفوها. شوفوا انا درت الفرينه ومن بعد درت فوق يعني نقولوا الربع هذاك درتو سميد يكون اكسترا فين، يعني يكون ارطب بزاف. جبت درتو في كيما انا درت هنا في الطاس، ودرت شويه تاع الملح. وهنا نخلط المكونات هكا باش تدخل كامل في بعضها كما راكم تشوفوا. ونضيف نقولوا مثلا ملعقه تاع الزيت، ونكون موجده الماء. هنا الماء قداش حندير بالكيله اللي كنت استعملتها. شوفوا انا ندير واحده كاس تاع الماء وندير بالبغا ميكسور ونشوفها اسكو تحتاج ولا لا. المهم كي تشوفوها تحتاج زيدوا لها. انا زدت لها نقولوا الربع ثاني، ربع هذا شويه برك زدتها. شوفوا انا خلطه مليح مليح مليح، نحسوا بدا تحسوه يبدا يكون ارطب، يعني الخليط هذا يولي ارطب. نخلطوها يعني وخليها ترتاح. من بعد نخليها ترتاح نقولوا 5 دقائق 10 دقائق هذا مكان. ونطيبها في تاع الكريب هذيك. درت لها رشيتها هكا بالزيت. نديرها في البابي هذاك، نديرو شويه مثلا، نقدروا نديرو شويه في البابي هذاك. نمسحها مليح ونسخنها المقلاة هذيك تاع الكريب. كي تكون سخونه ايتو نقدروا نطفوا النار ونحطوا المقلاة هذيك ونديرو بالبانسو وهي سخونه. باسكو كون تخلوها شاعله مثلا النار شاعله وانتم تخدموا راح تتحرق لكم وما حتجيش ما يمشي لكمش، يعني البانسو مليح. بس هكا تكون سخونه راح تكون فاسيل يعني سهله وانتم تمشوا البانسو. انا طلعته كيما هكا، سينو تقدروا تطفوا النار وتمشوا البانسو بكل سهوله، يعني مش حتخافوا تجربوا هكذا. المهم انا نشوف هذاك نشوف يعني باش نضيفها يعني كاش ثقبه ولا حاجه هكذا ونريقلها مليح من الحواشي كيما نقولوا، هذوك الجوانب كامل نعدلوها. انا نحيها شوفوا ونزيد نمسحها يعني ننظفها مليح المقلاة ونديرها بنفس الطريقه كيما شفتوا المره الاولى. ندير بالبانسو ثاني. قبل انا كنت نديرها في هكذا ونخبيها في لي ساك، هذوك لي ساك بلاستيك، ونديرها في الكونجيلاتور. نقفلوا عليها مليح 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 هكاك باش الهواء ما يدخلهاش وندسوها في الكونجيلاتور. وفي رمضان ولا في اي وقت غير نخرجوا ويكون يعني يكون كيف كيف يعني ما الهواء ما يدخلوش وما يتكسروش وكلش. المهم انكم ما تخلوش الهواء يدخل هذا مكان. شوفوا انا بين الحبه والحبه اللي ندير الزيت. باش علاش ندير الزيت؟ باش هكا ما يلصقش. بعد كي نعود حنخدم البوراك وكي نعود حنخدم البوراك راح حنحيهم سهل يعني فاسيلمون يعني. و وكما قلت لكم لهنايا على هالبوراك هذا قلت لكم نديروه يعني في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير. يعني مثلا نقولوا نديرو في الفريجيدير جوست كميه قليله حنخدمها دركا نديرها في الفريجيدير عادي. بصح كي تكون كميه كبيره بزاف بزاف، انا قبل صح كنت نطيب بزاف 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 ونخبيها في الكونجيلاتور. هذه المره ندير غير شويه هذا مكان ونحطها في الفريجيدير عادي. ديجا نشريت يعني شريت الديول، ديجا شريت الديول ومخبيتهم في الكونجيلاتور. المهم البنات ان شاء الله تكون تعجبكم الطريقه هذه. وشوفوا نديروا بالجهه هذيك تكون باش الجوانب هذوك باش مش يطيبوا يعني باش ينشفوا هذا مكان.
ونحطها فوقها، يعني كيما درت لها المره الاولى درت لها الزيت ونديرها في بعضها فوق بعضها. من بعد انا هاي لكم نوريكم كيفاش راها. نجيب الصاك تاعي تاع البلاستيك هذا راني شريتهم من اكسيو، هذو مليحه روعه، يتقفلوا يعني سهله يتقفلوا من الهواء ما يدخلهمش خلاص. لهنا انا جوست راح هنحطهم، يعني مش هنحطهم في الفريجيدر ولا حاجه، باسكو ديجا راح نخدم البوراك. جيست نوريكم الطريقه يعني كيفاش نخبوها. يعني نقدروا كي نديروها كيما هكذا نخبوها من بعد في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدر، ولا هنا نكتبوا التاريخ ولا نكتبوا كما تحبوا يعني. ولا هنايا راح نوريكم كيفاش، يعني مش نوريكم يعني ولا حاجه، جيست راح نوريكم كيفاش يعني يخرجوا، كيفاش يعني سهله هكا باش نحو الحبه بين الحبه والحبه مش راح يلصقوا. هنا درت لافيون داشي وطريقه راني حطيتها في القناه نورمالمون، ما جيت ما حبيتش باش هكاك ما نطولش لا فيديو نتاعي. درت لافيون داشي، درت البصله، درت حبه تاع البيض، درت الفرماج، درت الكزبر ولا معدنوس كيما تحبوا نتوما. ومن بعد هاي ليكم نخليها تبرد ونخدم البوراك نتاعي. نقدر نديرو تاع البطاطا ثاني، نقدر نديرو كيما نحبوا. ما نقدروا ثاني نخدموهم ونحطوهم في البابي في البلاستيك هكاك ونخبوهم في الفريجيدير، ووقت ما نحتاجو غير نخرجوا هذاك البوراك ثاني، غير نخرجوا سيرتو اللي خدامه ما عندهاش الوقت وكلش. انا ثاني ندير كيما هكذا، نخدم بزاف كميه كبيره هكا تاع البوراك، نحطها في لي ساك ولا نحطها في لي بواط هكا ونقفل عليهم مليح باش هكاك ما يبسوش، يدخلش الهواء وما يبسوش، وجيس نخرج ونطيبهم هكا تكون سهله. هاوليكم كيفاش شوفوا عم يحمروا. والحاجه المليحه في هذا الديول، هذا الديول ما يتشربوش الزيت. درت البابي كويسون هكا باش من بعد جست باش تنشف من الزيت، وهذا الديول ما يشربش الزيت، يجوا يعني ناشفين مش كيما الديول هذاك اللي تشراو. بعد ما نشفوا لي هكا من الزيت وكلش حطيتهم في هذا الصحن، ومن بعد دوكا نقسم حبه قدامكم وتشوفوا النتيجه. بني هبل اروعه. شوفوا القرمشه كيفاش. وصلنا نهاية الفيديو تاعنا تاع اليوم، ونقولكم بسلامة.